في بعض القناعات كده بتكون هي اساس الشغف بتاعك، في حاجات بتدافع عنها وبتكافح علشان توصل لها. ما هو اصلا ما فيش انسان طبيعي هيكافح ويدافع عن حاجة هو مش محتاجها اصلا ولا عاوزها. عشان كده هتلاقي نفسك بتخش في حروب كتير او معارك كتير علشان توصل للحلم اللي انت عاوزه وعاوز تحققه. معتقداتك وقيمك اللي اتنشأت عليها وامنت بيها مش من السهل خالص ان حد يجي ياخدها منك الا اذا انت قررت انك تتنازل عنها وتسيبها لما شفت الادلة والبراهين انها مش خير ليك ابدا. خليك فاكر كل ما كنت اقوى كل ما ازددت نجاحا. بس القوة هنا مش معناها انك تكون صلب فتنكسر او لين وسهل فتنعصر. القوة هنا انك تتمسك بحاجة انت مؤمن بيها وبتحلم وبتسعى انها تكون ليك، فتدافع عنها كأنها حق من حقوقك. بس لو ما كنتش متأكد انك على حق ما تدخلش المعركة من الاول اصلا، لانك لو دخلت المعركة وانت مش مؤمن بالحلم بتاعك مش هتنجح فيه. لازم تؤمن باللي انت بتحبه علشان تقدر توصل له. بس لو حاولت وما قدرتش توصل هتفقد الشغف بقى وتقعد مكانك وتقول يا ريتني ما كنت عملت. لا طبعا، في جملة حلوة قوي بتقول ما تخافش انك تبدأ من تاني، يمكن قصتك الجديدة احلى. ربنا سبحانه وتعالى ما بياخدش الحاجة منك الا وكان كاتب لك الاحسن منها والافضل منها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. احلم بما شئت، فالله سبحانه وتعالى لا يخذل من آمن به.